قبل ما ندخل على المفاجأة ما اقدرش ادخلك في محادثة حية مع حد امريكي او بريطاني. يا خبر ابيض، اديني حرقت المفاجأة. ايوه زي ما سمعت، مفاجأة النهاردة انك هتتكلم مع واحد من اهل اللغة، بس ما اقدرش ادخلك دلوقتي حالا في محادثة مع اجنبي الا لما اتأكد انك متدرب كويس قوي على حلقة النهاردة وكلمات حلقة النهاردة والحقائق اللي عرفتها في حلقة النهاردة احنا اخدنا 14 كلمة بالظبط. خدنا importance, common myths, excessive water, liver, kidneys, responsible for, detoxification, flush out, toxins, dehydration, health benefits, symptoms, dizziness, tiredness. الكلمات دي اكتبهم عندك في نوتة خاصة بيك بإيدك، ومع الحلقات الكلمات والمهارات هتزيد. وعلشان تضمن انك فهمت حلقة النهاردة وتبدأ تتكلم لايف دلوقتي، لازم انا بنفسي اتأكد انك متدرب كويس قوي قوي. هدي جملة عربي عادية جدا وحضرتك هتترجم الجملة العربي للإنجليزي بطريقتنا، يعني كلمة او كلمتين انجليزي وسط الكلام العربي. من الاخر الكلمة اللي باللون الاصفر حط مكانها الكلمة الانجليزي، وارجع انطق الجملة عربي على انجليزي بطريقته. طبعا وانت مقتنع قوي بالمعنى، اضحك على عقلك الباطن. يلا فضي نفسك وركز معايا وعلى بركة الله نبدأ. ترجم يا باشا أول جملة: شرب المية بزيادة مش بيطرد السموم من الجسم. اعملها بطريقتنا، يعني بدل الكلام اللي باللون الأصفر الإنجليزي. هتقولها إزاي؟ وقف الفيديو وجاوب بصوت عالي وانت مقتنع بالمعنى. الإجابة: شرب الإكزيسيف ووتر مش بيفلاش أوت الدوكسينز من الجسم. خد الجملة التانية: في أعراض للجفاف زي الدوخة والإرهاق وجفاف اللسان. برضو ترجم بطريقتنا يا باشا. هتقولها إزاي؟ وقف الفيديو وما تطنش وجاوب بصوت عالي. الإجابة: في سيمبتومز للديهايدريشن زي الديزينس والتايردنس وجفاف اللسان، دراي ماوس يعني. الجملة الثالثة والأخيرة علشان نبدأ بقى: شرب المية له فوائد صحية كتيرة. هتقولها ازاي؟ وقف الفيديو وجاوب بصوت عالي. الإجابة: شرب الووتر له هيلث بنفيت كتيرة. الحلقة الثالثة هخصصها للتدريبات العملية والتمارين والأنشطة على الحلقة الثانية، وهناخده كلمات جديدة طبعا لازم تتفرج عليها وتدرب نفسك كويس قوي. المهم كتبت كل الكلمات ال14 اللي خدناهم النهارده في النوتة بتاعتك علشان هتحتاجهم وانت بتواجه اهل اللغة وجها لوجه. ويلا بينا نعرف ازاي نتكلم مع اهل اللغة لايف. مستعد؟